بيبدأ فيلمنا على كوكب بعيد وبيظهر واحد اسمه جور وبنته، وبيكونوا آخر ناس على الكوكب اللي هم عايشين فيه، وده بسبب المجاعة. هو بيصلي للآلهة بتاعته اللي بيكون اسمه رابو، وطالب مساعدته إن هو ينقذ بنته، ولكن بنته بتموت وبيدفنها. وبيسمع صوت بينادي عليه وبيمشي عشان يعرف الصوت ده جاي منين وإيه مصدره، ولكن بيلاقي قدامه جزيرة ومية وبيلاقي فاكهة كتير وبياكلها من شدة الجوع. وهنا بيظهر الإله بتاعه اللي اسمه رابو، وجور بيقوله إن الكوكب اتدمر وما بقاش فيه حياة، ولكن أنا ثقتي فيك دايما إن أنت هتنقذنا. وبيضحك رابو وبيقوله مفيش الكلام ده، وبيكون بيحتفل لما بيقتل آخر واحد من المستضعفين بسيف اسمه سيف نكرو، وهو سيف ملعون قادر على قتل أي إله. وهنا رابو بيقول لجور إنه مش مهتم بالناس اللي ماتت عشان المعاناة من أجله هي هدفه. وهنا بنلاحظ إن جور بيتعصب من الإله بتاعه، وهنا بنلاقي إن رابو بيخنقه. وهنا بنلاحظ إن سيف نكرو بيرتفع وبيبقى في إيد جور، وبنلاقي إن جور اكتسب قوة مظلمة وبيبقى عايز إنه يقتل جميع الآلهة في كل كوكب. وبالفعل بيقدر يقتل أول إله وهو الإله بتاعه اللي اسمه رابو. وهنا بنروح لكورج اللي بيكون قاعد مع مجموعة من الفضائيين وبيحكي لهم قصة ثور إله الرعد، اللي اتولد كمحارب وأصبح بطل أسطوري قادر ينقذ العالم مرات كتيرة. وإنه كان بيحب واحدة من كوكب الأرض اسمها جين، وانفصلت عنه من كام سنة. وإنه فقد عيلته كلها والمطرقة بتاعته وحتى الكوكب بتاعه اتدمر. وبيحكي كورج إنه من ساعتها هو عنده اكتئاب وفقد لياقته البدنية كمان، لكنه بيقدر يحصل على مطرقة جديدة اسمها ستورم بريكر، وبينضم لفريق جديد من الأبطال وبيبدأ يسافر معاهم حول الكون في مغامرات، وبيبدأ إنه يفقد وزنه ويرجع للفورمة بتاعته. وهنا بنلاقي إن في مغامرة مع الفريق الجديد بتاعه وبيستنجدوا بيه عشان ينقذهم من جيش الطيور. وبالفعل ثور بيوصل وفي إيده ستورم بريكر المطرقة بتاعته الجديدة، وبيقدر يهزم الأعداء كلهم بسهولة عن طريق ضربهم بالمطرقة. وبنلاقي إن ثور بيشخرمهم ويطلع على المعبد وبيدمره وبيقدر ينقذ الفريق بتاعه. وهنا بنلاقي في كوكب الأرض جين في المستشفى بتعمل تحاليل عشان الدكاترة شخصوها بالسرطان، وإن هي في المرحلة الأخيرة. وبنلاقي إن هي في مرحلة خطيرة جدا ومفيش أي حاجة تقدر تساعدها، وللأسف فرصتها إن هي تموت أكتر. وهنا شعب أسجارد بيبنوا منزلهم الجديد على كوكب الأرض مع ملكتهم اللي بتكون فالكيري، اللي اتولت مسؤولية شعب أسجارد بعد ما ثور سابهم ومشي. ولكنها بتكره الشغلانة دي لأنها بتحب إن هي تكون محاربة أكتر من إن هي تكون ملكة. وبتبدأ السما تضلم وبيكون ثور اللي أنقذ الكوكب اللي فات، الملك بيديله معزتين مكافأة ليه. وهنا فريق ثور كان بيتفحص النظام وبيلاقوا إن جور كان عمال يقتل الآلهة في كل الكواكب بسيف نقره. وبيلاقي إن ده استغاثة من سيدة في كوكب وهي بتقوله ساعدني. وهنا بنلاقي إن ثور راح عشان يساعدها، وبتقوله إن جور شرير جديد وعايز يقتل كل آلهة الكوكب وينتقم منهم، والمحطة بتاعته الجاية هي كوكب الأرض. وهنا بنلاقي إن جور وصل فعلا كوكب الأرض وبيستخدم سيف نكرو للسيطرة على الظل واستدعاء مجموعة من الوحوش. وهنا بنلاقي إن ثور جه بسرعة عشان ينقذ شعبه هو وفالكيري. وبيلاقي ثور ان في صوت بينده عليه، وبيلاقي ان المطرقه بتسيب ايده وبتروح لحد جديد، والحد ده لابس نفس لبس ثور بالظبط. والمفاجأة بتكون ان الحد ده بيبقى جين، وبتبدأ تضرب الوحش بالمطرقة. وهنا جين بتقلع الخوذة وبيكون ثور مصدوم من اللي هو شايفه. ولكن لما بيتأكد ان هي جين، بنتفاجئ بعدها ان في فلاش باك عن قد ايه كانت علاقتهم زمان كويسة وعندهم لحظات سعيدة كتير. وكان ثور في الوقت ده وعد بحمايتها من اي حد، وانه دايما هيفضل معاها. ولكن بسبب ان جين عالمة فكانت مشغولة، بسبب ان ثور كان دايما مشغول بمهامه. جين في الاخر برضو كانت مشغولة بالشغل بتاعها، ففي الاخر انفصلوا عن بعض. وهنا ثور بيلاقي ان جور رايح عليه وعايز يقتله، وبيمسكه من رقبته وبيبقى عايز ياخد المطرقة بتاعته، ولكن ثور بيغضب وبيضربه بعيد. وبيظهر فالكيري وجين اللي بيبقى عايزين يساعدوا ثور، ولكن جور بيلاقي كده فبيختفي. وهنا بنلاحظ ان الوحوش بتاعته لسه موجودة وبيخطفوا كل الاطفال الموجودة في اسجارد، وبياخد كل الاطفال وبيحطهم في قفص واحد وبيخبيهم في حتة بعيدة قوي. وبعد كل ده فالكيري بتعمل اجتماع مع اهل اسجارد عشان يقدروا يشوفوا حل، عشان لازم يرجعوا بيه الاطفال. وبيبقى اهل اسجارد قلقانين على عيالهم، ولكن ثور بيطمنهم وبيقول لهم ان كل حاجة هتبقى كويسة. وهنا بيظهر اكسل، وده طفل من الاطفال المخطوفين ولكن عنده قوة خارقة سمحت لثور انه يروح يشوف المكان اللي الاطفال مخطوفين فيه. وبعدين بنلاقي ان ثور رجع وقال لهم ان الاطفال موجودين في عالم الظل، وان احنا لازم يكون عندنا تعزيزات كافية عشان نقدر نروح وننقذهم. ده غير ان هم محتاجين يسافروا للمدينة القديمة اللي بيبقى فيها كل آلهة الارض،
عشان يطلبوا مساعدة منهم، واتفقوا إن هم هيروحوا للمدينة القديرة دي عن طريق السفينة واللي بيجرها المعيز. وبيستعدوا، وهنا جين بتظهر وبتدخل الحمام، وبيظهر عليها التعب، وبتفتكر والدتها اللي ماتت بنفس المرض ده، ولكن بتقدر تمسك المطرقة تاني وبتبقى كويسة. وهنا بيظهر أكسل وهو بيحكي الأطفال عن قصص سور عشان ما يخافوش، ولكن بيظهر جور وبيخوفهم وبيقول لهم إن ده هيبقى مصيركم. وهنا بنلاقي إن سور وفريقه بيوصلوا المدينة القديرة اللي بيكون فيه آلهة من كل الكواكب. وهنا بيظهر زيوس واللي سور بيعتبره مصدر إلهامه، وبيتكلم زيوس عن إقامة الحفلات والهلس، ومش عامل اعتبار لجور أصلا. وهنا جين بتتضايق وبتواجهه، وبعدين زيوس بيقول لها انتوا جايين ليه، وبيستدعي سور عشان يتكلم. وبيبدأ سور يكلمه عن جور واللي عمله في الآلهة، ولكن زيوس بيستهزأ بكلامه ومش بيديه أي اهتمام، وبيؤمر إن هم يقبضوا عليه، وبيقول له إنها مش مهمتي، وإن كل إله لازم ياخد باله من الشعب بتاعه، وإنه ملوش دعوة بيهم. وبنلاقي إن زيوس بيطمن شعبه وبيقول لهم ما تقلقوش، أنا إله قوي جدا، وجور مش هيقدر يجي هنا، ولو جه هنا هنشلوحه. وبيقول للناس إن المدينة القديرة مكان سري، وإن جوري يمكن يكون بيمشي ورا ثور وفريقه. وبعدين بنلاقي فريق ثور بيتحرك عشان ينقذوه، وبيبدأ ثور وفريقه يحاربوا جنود زيوس وبيقدروا يتغلبوا عليهم، ولكن زيوس بيمسك العصاية بتاعته ويرميها على كورج اللي بيكون اتدمر بسببها. وبعدين بنلاقي إن زيوس مسك العصاية تاني وهيحدفها على ثور اللي بيكون غضبان جدا وزعلان على كورج، ولكن ثور بياخد منه العصاية وبيحدفها على زيوس وسط ما الناس كلها مندهشة. وبيروح سور يطمن على كورج اللي بيلاقيه لسه عايش. وبعدين بنلاقي ان في جنود تانية جاية، ولكن فالكيري بتستدعي السفينة وبتاخد العصاية بتاع زيوس وبيهربوا. وهنا بنلاقي ان هما في طريقهم لمدينة الظلال عشان ينقذوا الاطفال. وهنا بيظهر سور وجين وبيفتكروا هما ليه سابوا بعض، وهنا سور بيقول لها انه لسه بيحبها، ولكن جين بتقول له انها عندها السرطان وفي ايامها الاخيره. ولكن سور بيظهر دعمه ليها وبيقول لها انا معاك. وبعدين بنلاقي ان هم دخلوا مدينه الظلال وان الالوان اختفت وان كل حاجه بقت سودة. فبيهبطوا بالسفينه وبيلاقوا القفص اللي فيه الاطفال فاضي، وبيدوروا عليهم وبيدخلوا مبنى، وبنلاقي ان جين شافت ورق فيه مخططات جور اللي كان عامل لسور كمين لانه عايز المطرقه بتاعته، وده طبعا عشان يفتح بيها البوابه اللي هتزيد من قوته. وهنا بنلاقي ان الجين بتجري عشان تقول لهم، وبيظهر جور اللي بيكون عامل لهم كمين. في اللحظة دي بتظهر جين وبترمي المطرقة على جور، ولكنه بيقدر إن هو يتفاداها وبيتحكم في الظلال عشان يقبضوا على الأبطال بتوعنا اللي هم ثور. وبيطلب من ثور الستورم بريكر، ولكن ثور بيرفض. ساعتها جور بيخلي الظلال اللي تبعه تبدأ إن هي تأذي جين وفالكيري، وده طبعا بيضغط على ثور عشان يستسلم. وفي اللحظة دي ثور بيستجمع قوته وبيستدعي الستورم بريكر مرة تانية، وبيقدر يأثر بقوته في الكوكب كله، وبيقدر إن هو يحررهم من الظلام بتاع جور. وبعدها بيجي جور وبيستخدم النيكرو لإخراج مجموعة من وحوش الظل، وبتبدأ معركة تانية. وفي اللحظة اللي بتقاتل فيها جين وفالكيري مع الوحوش، بيكون ثور والستورم بريكر معاه بيحارب بيها جور، ولكن جور بيكون معاه سيف نيكرو. وبيجي الماعز هنا وبياخد الوش بتاع كورج لأنه اتضرب جامد واتبهدل بصراحة. وبيتشتت ثور لما بيكون بيقاتل وحش من الوحوش. وفي المشهد اللي بعده بنلاقي إن فالكيري بتقاتل جور، وبتقدر بالفعل إن هي تضربه، بس ده ما بيكونش كفاية عشان تهزمه. وفي اللحظة دي جور بيطعنها بالسيف، ولكن ثور بيلاحظ وبيحاول يجري عليها عشان ينقذها، ولكن الظلال فجأة بتمسكه. ولكن ثور بمساعدة البرق بيقدر إن هو يتخلص منهم، وبيروح ثور عشان يحارب جور. ولما ثور بيوجه له ضربة بالبرق، بيقدر جور إن هو يتصدى لها عن طريق السيف اللي معاه. وبعدها جين بتروح لفالكيري وبتحاول إن هي تنقذها، وثور بيلاحظ فبيفتح البوابة عن طريق الستورم بريكر عشان جين وفالكيري يهربوا منها. ولما بيهربوا كلهم بيتفاجئ ثور إن جور مسك في المطرقة، وفي اللحظة دي بيكون ثور هرب هو والباقيين اللي معاه، ولكن جور قدر إن هو ياخد منه الستورم بريكر بتاعته. وبنشوف هنا إن جين وقعت على الأرض وإن هي فعلا مريضة ومش قادرة تستجمع قوتها. وثور بياخدها للمستشفى، والدكتورة بتقوله إن استخدام المطرقة بتاعت الميولنير ادت إن هي تضعفها بشكل أسرع. وثور بيكون عارف إن هي عايزة تكمل قتال، ولكنه بيقول لها إن هي مش هتقدر، وبيوعدها إن هو عايز يقضي أكبر وقت معاها، وبيقنعها إن هي تفضل موجودة. ولما بيكون في طريقه للخروج بيقابل فالكيري اللي بيكون معاها الثاندر بولت، وبتديه لثور مرة تانية عشان يروح يحارب بيه. وثور بيستجمع قوته وبيروح لجور مرة تانية. وفي اللحظة دي بنلاقي إن الأطفال كلهم واقفين ورا جور اللي بيكون واخد الستورم بريكر، وبيبدأ بيها عملية فتح البوابة، واللي من خلالها المكان كله بيهتز. وبنلاقي إن في قطعة تمثال كبيرة هتقع على واحد من الأطفال، ولكن فجأة بيظهر ثور وبينقذهم في الوقت المناسب. وأول ما جور بيلاحظ إن ثور وصل، بيستخدم السيف اللي معاه عشان يجمع وحوش تاني
ويحارب بيهم ثور مرة تانية. ولكن ثور المرة دي بيقول للأطفال خدوا أي سلاح تلاقوه في الأرض عشان تحاربوا بيه. وبيقدر ثور عن طريق الثاندر بولت إن هو يشارك قوته مع الأطفال كلهم. بتبدأ معركة والأطفال بتبدأ تحارب الوحوش، وبيكون ثور رايح يحارب جور وبيحاول إن هو يضربه بالثاندر بولت، ولكن جور بيرميها بعيد. وكده هيضطر ثور إن هو يكمل قتال بالإيد. ويكون جين في اللحظة دي شايفة إن الميولينير بتتحرك، فبتبتدي تلاحظ إن ثور في ورطة. وبعدها بنلاقي إن جور متغلب على ثور وهيطعنه، ولكن ثور بيستجمع قوته قصاده. وفي اللحظة دي بتيجي جين على الحصان بتاع فالكيري وبتحدف المطرقة على جور عشان تضربه بيها. وبيستغل ثور الفرصة عشان يرجع الثاندر بولت تاني. وبيروح هو وجين يحاربوا جور مع بعض. وجين بتلاحظ إن البوابة بتتفتح، عشان كده بتخلي ثور يروح يرجع الستورم بريكر بتاعته، وهي تدب في جور عقبال ما ثور يخلص. وهنا طبعا الأطفال على وضعهم زي الفل بيحاربوا الوحوش. وبتكون الظلال ماسكة في الستورم بريكر جامد، وثور بيبدأ يضرب فيها بالثاندر بولت. وبنشوف إن جور بيضرب جين، لكنها بتقاوم عن طريق الميولينير. ساعتها ثور بيقدر يرجع الستورم بريكر بتاعته وبيرميها على البوابة عشان كل الأطفال يرجعوا أماكنهم. وبيروح ثور يحارب جور، وجين بتساعده بيستجمعوا قوتهم عن طريق البرق. وبيضربوا بيها جور اللي بيكون ضعف وعلى الأرض شايف إن بوابة الخلود اتفتحت، وهما التلاتة فجأة بيكونوا جواها. وبيكون ثور شايف جين وهي بتموت، وبيقول لجور إنه مش بيدور عن الانتقام أو الموت، ولكنه بيدور على الحب. وبيروح للجين عشان يقضي معاها آخر ثواني في عمرها. وبيكون المشهد ده قاسي على جور لأنه بيفتكر بنته لما ماتت. وهنا جور بتتحقق أمنيته وبنته بترجع للحياة مرة تانية، ولكن التضحية المرة دي بتكون هو اللي يموت. وجور بيوصي سور يهتم بيها. وفي اللحظة دي جين بتموت وبتتبخر. وبنرجع لكوكبنا بنلاقي إن جين بقت أسطورة وليها تمثال، وبتكون فالكيري بتدرب الأطفال. وكورج بيستعيد راسه مرة تانية. وثور بنلاقيه مع بنت جور إن هو بيحضر لها الفطار، وبيبدأ يعلمها إن إزاي تستخدم الميولينير علشان تساعده وتقاتل معاه. وبينطلق عليهم اسم الحب والرعد. وبعدها جين بتروح للجنة بتاعت أسجارد اللي بتكون اسمها فالهالا، وبيتم انضمامها لقاعة الآلهة. وبيخلص فيلمنا على كده. متنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.